السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ دودي ومرمر. أنا مرمر. بإذن الله هقدم معاكم النهاردة مربى قشر البرتقال أو طريقة تانية لحفظ البرتقال، بس بطريقة جميلة جدا بإذن الله هتعجبكم. بس قبل ما نبتدي ياريت ما ننساش اللايك والشير. لو أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة، ويلا نشوف الطريقة الجميلة أو الشكل الجميل اللي قدامنا ده طلع ازاي. هنعمل بقى بطريقة جديدة كده، هنخزن قشر البرتقال بطريقة جديدة زي ما انتوا شايفين كده. يلا نسمي الله ونقول احنا عملنا، نبتدي نقول هنعمل ايه. هقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا معايا، يعني لو احنا جبنا كيلو مثلا برتقان وقشرناه، احتفظي بقى بالقشر بالطريقه دي. انا كنت شايلاه في التلاجة. بصي هقولك على طريقتين. انت لو حابه تشيلي الطبقه البيضه اللي فوق دي تمام، هقولك تشيليها ازاي. تفردي كده القشره بايديكي كده وكانك بتقطعي كده بانيه. بصي وتروحي شايله القشره كده. مش عايزه تشيليها تمام، هي مش هتاثر معانا. لان احنا كده كده هنغلي القشر ده كذا مرة، والمرارة اللي فيه هتروح بإذن الله. تمام كده. انا بعمل معاكم واحدة كمان. مش بشيلها كلها، انا بخفف القشرة لو مش عايزة تشيليها خالص. بس ده هيخلي معاكي القشرة يعني هتبقى ارفع لو انت حابة كده. وهنشوف ده وده في الفيديو بإذن الله. تعالوا بقى نشوف اول طريقة ممكن تعمليها. اول طريقه انا بعمل بعصيان الشيش طاووق. هنبرم زي ما انا هعمل كده، هنبرم القشره كده بالطريقه دي. قشر البرتقال، ونبتدي نحطه في عصيان الشيش طاووق، ندككه كده كذا واحده مع بعض زي ما بنعمل الشيش طاووق بالظبط. تاني طريقه ان انت بتلضمي ابره وخيط وتعملي نفس الطريقه دي بس في خيط، وهتاخدي القشر كله مره واحده. بنجيب الخيط القطن وطبعا ابره جديده. تمام كده. حابة الطريقة دي تمام، حابة الطريقة دي تمام، المتوفر عندك اشتغلي بيه. نبرمها كده. كل ما هتبرميها على أضيق كل ما هتبقى معاكي طالعة شكلها يعني أحلى. وده هنشوفه في الفيديو بعد ما يعني في آخر الفيديو كده بإذن الله. لما بتطلع في المربى كده بإذن الله. بصوا أنا ابتدي أعمل كذا واحدة كده مع بعض. العصاية عندي هتاخد كذا واحدة مع بعض اهو. كل ما هتبرمي على ضيق كل ما بيبقى شكله احلى. لو عايزه تعملي بالخيط بقى يبقى تمام. اعمل بقى كل الكميه بالطريقه دي. تمام كده. خلاص ادي كل الكميه معايا. اهي دي الكميه اللي انا عملتها. انا مش عامله كميه كبيره يعني. هنجيب الحله بقى. هبتدي انزل بقشر البرتقال ده. تمام كده. هغطيه بالميه، ودي هتبقى اول غلوه معايا. هسيبه يغلي كويس. نغطيه بالميه، ميه عادي من الحنفيه، مش ميه سخنه ولا حاجه. يغلي غلوتين ونبتدي ندلق الميه ونحط ميه غيرها، ونفضل نكرر العمليه دي حوالي 5 مرات. لغايه ما بندوق قشر البرتقال ده وبنلاقيه معانا خلاص المراره اللي فيه ما بقتش موجوده. تمام كده. قشر البرتقال خد معايا غلوه اهو يغلي. تمام كده. ودي اول مره. تاني مره اهو برضو ميه من الحنفيه، لان الميه دي بيبقى نازل فيها كل المراره بتاعت القشر اللي هو الابيض ده. تمام. بتنزل كلها في الميه دي، فعشان كده احنا بنغير الميه ونحط ميه تانية من الحنفيه خالص كده، عاديه خالص بارده، مش سخنه ولا حاجه. تمام. وادي تالت مره معايا برضو هحط الميه وياخد غلوه برضو على النار. في كل مره بنحط ميه بارده ونرجع نغليه على النار غلوتين غلوتين، ما تكتريش. وادي رابع مره. وبرضو على النار يغلي غلوتين.
دي خامس مرة. خامس مرة قبل ما بحط المية انا بدوق بشوف طعم المرارة معايا ايه. انا لقيت يعني كانت خلاص ما فيش، يعني كانت حاجة بسيطة قوي، بس اديته طبعا ياخد غلوة كمان علشان اضمن ان ما يبقاش فيه طعم مرارة خالص. فانا كده خد معايا 5 مرات. فانت بتدوقي كده، بتشوفي بين كل يعني بعد تالت مرة رابع مرة دوقي وشوفي اخبار القشر ايه معاكي. المرارة راحت، هو خد معايا 5 مرات. كده خلاص بقى، تعالوا نشوف الخطوة التانية. انا طلعت القشر خلاص ركنته على جنب. هنا بقى معايا كوبايتين سكر، نص كوباية عصير برتقال، نص كوباية مية، تمام كده، عصرة ليمونة. لو الكمية كبيرة معاكي ممكن تضيفي رشة من ملح الليمون. تمام كده. انا بقى هبتدي احط كل الكلام ده على بعض على النار. ادي الحلة اهي، شلت منها قشر البرتقال خلاص اهو. بعد ما برضو بنسيبه زي ما هو على فكرة، مش هتشيليه من العصيان ولا حاجة، احنا بنشيله اخر حاجة لما نخلص. دي تالت خطوة بقى. تالت خطوة ان انا هحط السكر. هحط السكر على المية، على عصير البرتقال. هحطهم على النار، اضمن بس ان المية والبرتقال والسكر، السكر داب فيهم. تمام كده. ببتدي اقلب بقى كده عشان اشوف يغلي كده، وادوب السكر كده، اساعد ان السكر يدوب بسرعة. واول ما يدوب هنزل بقشر البرتقال. تمام. طيب هو كده خلاص يعني تقريبا كل السكر داب. انزل بقى بقشر البرتقال كله اللي انا عاملاه معاكم زي ما هو بعصيان شيش طاووق. على فكرة لو بالخيط هيبقى اسهل عليكم جدا. بيتلف كده، بتلضمي كل القشر ده مع بعض كده في الخيط وتلفيه حوالين نفسه كده. تمام. اسيبه بقى يغلي كده اهو. لما بيطلع وش كده زيه زي اي مربى، برضو بنشيل الوش ده. تمام كده، علشان يبقى العسل زي ما هتشوفوه كده في اخر الفيديو يبقى طالع صافي معاكي كده ونقي كده وشكله شفاف وجميل، ما يبقاش فيه اي شوائب. وزي ما انتوا شايفين كده بنسيب لغايه ما الكميه اللي معانا تبقى تقصر كده خالص. انا ضفت رشه صغيره قوي 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 من ملح الليمون. وطبعا انا حاطه من الاول عصير الليمون. شايفين شكل لون العسل من جاي اللون من القشر البرتقال نفسه، شكله جميل جدا. خلاص شايفين الكميه خلاص، وكده خلاص انا هطفي عليه. هسيبه يهدى بقى على النار خالص كده، ونبتدي نحطه مع بعض. خلاص هو برد كده خالص. ابتدي بقى احطه في البولة او في البرطمان اللي هتشيلي فيه. بس انا احطه كده عشان اوريكم شكله. بعد كده انا هحفظه في برطمان عادي. هنزله بقى كده ونحفظه طبعا في العسل بتاعه. عايزه اقول لكم بقى ان انتوا بتاخدوا لما تيجوا تعملوا كيك برتقان مثلا، تحطوا منه بقى في قلب الكيك كده. تقلبوا الكيكه بقى، تيجوا تقدموها تدهنوا وشها بالعسل اللي احنا مطلعينه، اللي هو اصلا واخد طعم البرتقان برضو. تدهني وشها كده وتروحي مزوقاها بقى بقشر البرتقان، سواء زي ما هو كده او هوريكم ازاي. يعني هوريكم طريقة تانية او تحطوه زي ما هو. وعلى فكرة هو اصلا بيتاكل كده كمان لوحده. قشر البرتقان ده بيبقى طعمه في منتهى الجمال. عايزة اقول لكم طعمه فعلا جميل جدا. يا ريت تجربوه فعلا، باذن الله باذن الله هيعجبكم. ده العسل بقى، ولما بيدخل التلاجة بيتقل سنة كمان اهو. شايفين شكله؟ بصوا شكل البرتقان بقى، هو محتفظ خلاص قشر البرتقان بشكله في منتهى الجمال جدا، شفاف كده.
وكده خلاص خلصنا. قشر البرتقال بطريقة جديدة مميزة بإذن الله تعجبكم. طريقة في الشكل يعني. ان شاء الله تعجبكم. تعالوا بقى نشوفها، لو عايزة تزوقي بيه ازاي. بس يا ريت بقى ما تنسوش تحطوا اللايك والشير لو اول مرة تشوفوني. يا ريت تشتركوا في القناة. لون البرتقان، لون قشر البرتقان وشكله وطعمه، يعني عايزه اقول لكم كان جميل جدا، يعني ما شاء الله فعلا هيعجبكم. انا حطيته هنا في طبق عشان اوريهولكم يبقى اوضح ليكم. بس شايفين كل واحده محتفظه بشكلها، تقدري تزوقي بيها زي ما هي كده، او تعملي زي ما انا هقولك. بتاخدي قشر كده لما تيجي تزوقي بقى وتروحي مقطعاه شرايح رفيعه كده، تاخدي الواحده وتبتدي تقطعيها. تروحي دهنه بقى وش الكيكه، وتروحي ايه بقى حاطه من القشر ده هو متقطع رفيع قوي على قد ما تقدري، وتروحي بقى رصاه على الكيكه كده. يا سلام. ولو تحطيه بقى في وسط الكيكه قطعيه بقى يعني قطع صغنونه قوي، وتحطيه بقى في قلب خليط الكيك، بيبقى جميل جدا. اهو بالشكل ده، تقطعيه بالشكل ده، شايفين في منتهى الجمال. حتى لو هتاكلوه كده بيبقى طعمه جميل جدا. ان شاء الله تكون الوصفه سهله. وده طبعا زي ما قلت لكم اللي بنلمع بيه الكيك وتحفظوا فيه الكيك وهو واخد طعم البرتقال اساسا. يا رب الوصفه النهارده تكون عجبتكم وتكون سهله. يا ريت بقى ما تنسوش تحطوا لي اللايك والشير، وتشتركوا في القناه. واشوفكم على خير باذن الله، فيديو جديد، وصفه جديده باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.